ديال البنات اخويا، وكاين حتى البنات اللي تخلطوا مع دراري. اقسم بالله وبراس امي العزيزه كاينين البنات اللي نعسوا مع دراري. اقسم بالله وبراس امي العزيزه كاينين البنات اللي نعسوا مع دراري. اقسم بالله وبراس امي العزيزه كاينين البنات اللي نعسوا مع دراري. انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. اوكي مزيان هادشي اللي بغينا نسمعوا. هذه هي الحقيقه. عندي سولتك واش راه ديال هذا الفواياج. هادو هما النقط المهمه. تفضل بلاتي الله يرضي عليك بلاتي. الا كاين شي بنت كتقول لهم لا ما قدام كي غنديروا هذا، كيقول لها ما عندنا ما نديروا لك. فين غتباتي في الزنقه توصل لوحده د الليل ولا جوج د الليل، راه غادي يهزوك البوليس. هادشي باش كيهددونا بالبوليس تما. اختي الحباب ديالي كنتمنى منكم طلبا وليس امرا تجلسوا معايا من اول الفيديو الى اخر الفيديو، لان غادي نعطيو شي امور خطيره جدا وحصريه على الباترونات ديال السوشيال ميديا، وكذلك منظم الفواياج اورغانيزي اللي كانت في تايلاند واللي كانت فيها يسرى ستيل، واللي كانت تقريبا اللي مشات فابور، وهي ديك كاتشاب الحباب ديالنا. المهم تحيه لجميع المتابعين ديالنا اينما حلوا وارتحلوا. ما تبخلوش علينا من اللايكات ديالكم، من البارطاج ديالكم، وخليو لينا في خانه تعليق تينم على الاخلاق ديالكم. اليوم الحباب ديالنا سمعتوا اليوم، مازال ما سمعتوش، كنت دايره لايف في القناه ديال عيشه الرباله. طلعت واحد الانسانه، كاين اللي صدقها كاين اللي ما صدقهاش. انا بالنسبه ليا صدقتها، لان كتحلف براس بنيتها وكتحلف بالام ديالها انها عمرها ما تشوفها، بانها كانت في الرحله وطلعت بالاسم ديال ساره. اللي سمعناه واللي سمعته يعني التجارة بالبشر، والله التجارة بالبشر. إلا حسبناها 72 واحد اللي مشى لهاد الرحلة هادي، كل واحد دفع 3 مليون، إذا 216 مليون في 10 أيام. اللي ربح هاد المنظم ديال الحفلات، وهاديك خيتي اللي معاه، لأن هي تا هي جابت الناس، وتا هي كانت كتقول للناس الرحله غادي تكون زوينه وانا هي الضمانه. وفي الاخير منين كملت الرحله قالت لهادوك اللي كانوا مسافرين الا مشى شي واحد هضر يخاف على راسو، يعني تهديد من عند الكاتشاب. من عند الكاتشاب تهديد، اللي قال شي حاجه خايبه او انه سأل الرحله انه غادي يتعاقب، غادي يخاف على راسو، يعني ماش غادي دير ليه. اذا هاد الناس المضحوك عليهم خلي المؤثرات بعدهم، هادوك باترونات. انا كنهضر على الناس العاديه، ناس خدامه عاديه قالت غادي نمشي نفوج، غادي نحط 3 مليون ونص. قالت لك يا سيدي هاد ساره اللي طلعت معايا في اللايف قالت لك حطات 2 مليون ونص ضمناتها هاد الكاتشاب هادي. ولكن اللي قالته هاد ساره خطير جدا، وغنحط لكم المقطع. جلسوا غادي نحط لكم، وانتوما غتشوفوا واش هاد السيده غتقتنعوا بكلامها او انها كتكذب. المهم غادي نخلي لكم الحباب ديالي المقطع، غنديرو في الاول وفي الاخير. انا دابا راه كنصور مازال ما درتش المونتاج، غنخليه يا في الاول يا في الاخير باش غتسمعوا الحقيقه. قالت لك لا كاينين الناس العاديه اللي مشاو لتما ما لقاوش الشومبر ديالهم بوحدهم. يسرى خرجات واحتجات وقالت لك مني مشيت وما قاليش ولقيت بنت معايا. اليوم اللي سمعت قالت لك كانوا 6 في شومبر، وقالت لك للدرجه كاين شومبر اللي تخلط ما بين الرجال والعيالات، باتوا في شومبر واحد، وقالوا لهم ما عندنا ما نديروا لكم. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ باش تعرفوا هاد الرحلات للتايلاند وانكم كديروا الثقه في اي واحد يقول لكم رحله بالثمن وغادي تعيشوا. وحتى هذاك الاشهار اللي داروا اشنو دار فيه؟ هذا خصو متابعه قانونيه. دار في الاشهار بان غادي تكون عندك الغرفه ديالك بالجاكوزي، غادي توصلي نهار الاول وغيديروا لك الماساج. اذا هذا المنظم الحفله، عفوا شو الحفله، هذا المنظم ديال هذا الرحله هذه باع الوهم لهاد 72 البشر
من غير هادوك اللي جايين فابور اللي مشاركين معاه في الجريمه، هادوك ما يخلصوش. هادوك كان عندهم لا شومبر بالجاكوزي، وكان عندها داروا لهم الماساج وكل شي بيليكي، كل شي فابور. سمعتوا الحباب ديالنا؟ اذا هادو ماشي غير مارسوا الحقرة على يسرى ستيل اللي خلاوها انها تبوس ليهم رجليهم ويديهم بان حقاو الود. منين انتقدات لوطيل راه بينت لينا يسرى ستيل بان هاد لوطيل هذا لاكاف، هذا ماشي وطيل. بينت لينا واحد الحيط حالته الريحه ديال الغمونيه. منين قالت الماكله ما عجبتنيش بان خسرات فلوسها وما لقاش داكشي اللي بغات، قالوا لها نهار الاول غيكون المساج، خرجت في الفيديو ديالها كتقول اودي الماكله ما عجبتنيش. راه كاع ما تكلمت على لوطيل في ديك الساعات والشومبر وريحه الغمال، راه حتى وصلت هنا. ولكن النهار الاول باش دخلت للغرفه قالت لك الحمام انه ما منظفش، ماشي نظيف. من حقها تقول، لان نتوما اللي بعتوا لها الوهم بان داك الشيء من داك الشيء الرفيع. منين مشات لقات العجب ناهيك على التمثيليه اللي داروا لها، لانها فضحاتهم وفضحات بان ديك 3 المليون اللي عطات ماشي القيمه ديال الفلوس، انها كتستافد من داك لوطيل ولقات داكشي اللي بغات. لا 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 لا, لا. ما كاين والو. تما قالوا لها راه جاو البوليس عندك وراه كاين تحقيق وغادي يحكموا عليك ب10 سنوات سجنان. جاو دقوا عليها مع الربعه وخلاوها كتبوس الرجلين وتبوس اليدين، وهم غير الباترونات مع هذا اللي منظم هاد الرحله هادي باش انها تمحي الفيديو. ومحات الفيديو وقالوا لها لمعي الصوره وتبقاي غير تشكري في لوطيل وغير تشكري في الماكله وداك الشيء اللي كاين. البنت خرجات من بعد حيدات الفيديو خرجت كتشكر، حتى من البنان كتقول لنا غزال وزوين ولديد لان تمارس عليها التخويف والترهيب من هاد منظم الحفلات ومن الباترونات اللي كانوا معاها، ناهيك على الضرب والنتيف اللي كان في المطار وهي قالت لك مهبطه يديها ما قاستها ما حتى شي حاجه. هذا ظلم وحقره اللي تعرضت ليه البنت، هذا تخويف وترهيب اللي تعرضت ليه البنت. كيقولوا لها البوليس واش قال لها عطيت عليك الكفاله؟ واش البوليس هما اللي كياخذوا الكفاله؟ ولا اي مشكله كتمشي للقضاء والقضاء هو اللي كيحكم بالكفاله؟ والاحكام كيقول لها 10 سنين غادي يحكموا عليك هو والباترونات. اذا هذا المنظم ديال الحفلات اللي كيدير يدو مع هاد المؤثرات اللي كيكونوا واخدين تاهم حقهم وكيمشيو هما ورجالاتهم وكيمشيو فابور وعاد مخلصين على ظهر ضحايا اخرين اللي مشاو ولقاو العجب نعسوا بستة في الغرفه، نعسوا مع الرجال احبابي. باش تعرفوا راسكم هاد المؤثرين كيفاش دايرين، ولا التهديد هاد الباترونات يهددوا. اذا هذه التجاره بالبشر. اذا هادو متفقين يضحكوا على المغاربه هاد المؤثرات اللي كيضحكوا على المغاربه باش كيكون عندهم الحصه ديالهم الحباب ديالنا فلوس، وعادي يجيو يتبندروا على المغاربه زعما راه حنا دايرين شي حاجه. هما غير من النصب والاحتيال والسمساره وعادي يبانوا راه حنا شي حاجه، راه حنا دوله وتتعلق فيها الرايه. غير باش تعرفوا كنفضحوا هاد المؤثرين هاديك ما هدي تجي دابا اللي خرجات الحباب ديالنا انها كتسب يسرى ستيل اللي مازال منين خرجت بالفيديو ديالها خرجت بكل احترام. خرجت لنا هاد المؤثره تاع الانستغرام عند الحكومه، يعني قالت واحد الالفاظ يندى لها الجبين. هادشي غير في مباشر، ناهيك في المطار اش دارت للبنت 2 مرات وهي كطر عليها وهي كتنتفى 2 مرات. يعني هاد السيده هادي ها انتم المستوى ديالها كيفاش داير الحباب ديالنا، ومازال كتلم عليه الصوره وكتشكروا لا مسكين وداك الشيء اللي قال لنا لقيناه وداك الشيء
يعني بمن غنثيقوا؟ بهاد الحس الكابا ديال مهدي تجي، ولا بمواطنه مغربيه حتى هي عطات فلوسها ومشات لهاد الرحله وانها كتاسف بان فلوسها ضاعوا لها، وانها عمرها ما تمشي مع شي جروب، وانها كتقول بان يسرى ستيل انها ظلمات في ديك الرحله. انا بالنسبه لي الحباب ديالنا بزاف باش كنت دايره اللايف باش هاد السيده طلعات، يعني كاين اللي تاق بها وكاين اللي ما تاقش بها. كنتمنى انكم تقولوا لنا في التعليقات واش هاد السيده صادقه. اكيد يسرى ستيل مازال غادي تخرج الحقائق. وقبل ما تتكلم هاد البنت هادي يسرى ستيل في الفيديو ديالها بينات بان هذا قبو ماشي وطيل، بينات لنا واحد الحيط حالته، يعني بينات ماشي داك الثمن اللي عطيت. انا عطيت 3 المليون وغادي نشارك الغرفه مع انسانه اخرى. اذا 10 ايام فيها 216 مليون. هذا نصب المؤثره اللي مشات فابور مع هاد منظم الحفلات حتى هي جمعات عباد الله، حتى هي 72 شخص اللي مشى لهاد الرحله هادي، 72 شخص. اذا باش ان الناس يربحوا في هاد الرحلات 72 مليون، اش من 72 216 مليون. شوف لوطيل بشحال تخلص، وشوف شحال بقى ليهم هما في جيابهم على ظهر واستحمار المغاربه. هاد الناس هادو، وهاد الشيء اللي وقع مع يسرى ستيل، وهاد الشيء اللي وقع للمواطنين المغاربه، كنتمنى هاد الناس اللي كانوا في الغرف بستا بهم انهم يخرجوا للسوشيال ميديا ويطلعوا معنا اللايفات، وان هاد منظف الحفلات اللي ضحك على الناس كيبيع لهم الوهم بان غتكون عندك غرفه فيها الجاكوزي والماساج وغرفه كتطلع على شي حاجه زوينه. ما كاينش. لقاو راسهم تما في بلادات الناس، يا غادي تسكني في 6 ديال عباد الله في بيت، ولا شوفي شنو غادي ديري. عندك الغوتوغ في واحد لاضات، اش غادي ديري؟ شنو غادي ديري؟ ما عندك ما ديري، غادي تقبلي الواقع المرير اللي انت فيه، لان الرجوع عندهم واحد ليضات 10 ايام تما دافعه كلشي 3 المليون. تيقول هذا الشيء اللي كاين، غادي تجلسوا ب6. وحتى هادوك اللي قالوا لهم غيدخلوا معكم حتى الرجال، ما اش غيديروا؟ فين غيمشيو؟ ايوا على الاقل جمعوا غير العيالات بوحدهم، ما تخلطوش الرجال مع العيالات، لان كان قال لك 36 ديال الراجل و36 مرة اللي مشاو لهاد الرحله هادي، يعني 72 واحد. الحباب ديالي، هاد منظم الرحله واش ما خصوش متابعه قانونيه؟ واش ما خصوش متابعه قضائيه؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ والناس هذيك الكاتشوب قالت للناس اللي تكلم يخاف على راسو. التهديد يعني اللي تكلم انت راك مضرور، انت راك مقصح، انت راه ضحكوا عليك، وإلا تكلمتي تهديد كتهددهم. الكاتشوب كتهددهم. سمعتوا الحباب ديالنا؟ وانا رساله للناس اللي مشاو لهاد الرحله، الناس اللي خسروا فلوسهم، من حقكم انكم تكلموا، ومن حق هاد القضيه تولي قضيه راي عام، لان هاد المؤثرين ماشي اول مره كينصبوا على المتابعين ديالهم، وكينصبوا على المغاربه. ها نتوما دائما الحباب ديالنا، ها الجيفوي، ها تشاركوا هنا، اعطيو لنا هنا، خلصوا 100 اورو، خلصوا 200 اورو، ويجمعوا يا الحباب ديالي، ويجمعوا في المفالس. ومنين تشوفيهم انهم على المواقع كيسحابكم غير شي وحده باك بلوس 7 ولا شي مهندسات ولا شي دكاتره، وهما ما دايرين والو، غير العيره والشوهه والفضائح والتبهديله. هادشي اللي كاين. المهم الحباب ديالنا، رساله لاي واحد مشى في هاد الرحله هادي يخرج ويتكلم، وكلنا سواسيه امام القضاء المغربي، ولا لاستحمار المواطن المغربي. من الاخر اخواني اخواتي، هذا هو الفيديو ديالنا، ومازال حنا تابعين هذه القضيه هذه حتى نشوفوا هاد المدلسين وليس مؤثرين فين بغاو يوصلوا. اخواني اخواتي، هذا هو الفيديو ديالنا. اشوفكم فيديو جمجموا ولا تخمموا، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه. والله هاد الناس ما تعودوا حتى واحد تثقوا بشي حاجه توصلكم بلا ما تكون مضمونه من ادارات. حنا مشينا اخوتي نواغ،
حتى حاجه ما هي هذيك، كلشي الكذوب، لوطيل بحال الحبس، الفوطات خانزين، الحوايج خانزين، وعلى ما اقول ادل. دخلوا لشي ستوريات غتلقاوني ما كنكذبش، شوفوا السيده المشهوره هي وراجلها ملي كانت جايه لوطيل كيدير بالوسخ. انت راضيه على الفواياج ولا لا؟ هذا هو اللي بغينا لا نعرف. ما راضياش عليه، حيت تضحكوا علينا خويا، حيت هادشي ما تلخص من الادارات، تلخص من الناس اللي لا علاقه لهم بهذا الشيء، غير من السوشيال ميديا. انا نسولك سؤال اخر. عجبك البيت؟ شحال ديال البيت اللي سكنتوا فيه؟ شحال من واحد بغيت الناس نقول لهم ما تبقاوش تيقوا، واقسم بالله مازال غيطلعوا بنات ويهضروا، حيت كاين اللي وصلنا داروا معنا واحد القانون وصلنا لتما، كاين اللي كملت له الفلوس، كاين اللي ما لقاش حتى بقينا كنتسلفوا تما، وكتقول لك الا وصلتي للمغرب غترديها لي من دوبله. ضروري غترديها لها من دوبله، حيت راكي تما محنطه، ما عندك حتى ريال، ساره اختي كلشي تما غالي. الو ساره، تسمعيني ياك؟ تسمعيني ساره؟ مرحبا خويا. تسمع؟ اوكي البيت شحال من واحد شارك معك البيت؟ انت خويا مرحبا. قول اختي، شحال من واحد انت كنتي معاه في البيت؟ انت نفسي معاه شحال من واحد كان معاك خويا العزيز؟ خذ راحتك. شحال من واحد كان معاك في البيت؟ الا سمحوا لي كنتعطل عليكم في الجواب، حيت كنسمع في جوج تليفونات ديال المايك. سمعتيني دابا؟ سمعتيني بشويه شحال من واحد ناس معاك في البيت؟ خويا هما قالوا لنا في لي شومبر كل وحده ولي شومبر ديالها، ولا طولت غيكونوا جوج. صدقنا خويا كندخلوا 6 بينا في الشومبر وحده. انت كنتي ناعسه مع 6 ديال الناس؟ وكارثه هذه، كارثه. نعم خويا، حيت راه كنجاوبك تقير العافاك، حيت المايك راني شاده جوج تليفونات. اوكي ماشي مشكل، خذي وقتك. شحال من واحد كان ناعس معك انت في البيت؟ شاك معك البيت؟ 6 ديال البنات اخويا، وكاين حتى البنات اللي تخلطوا مع دراري، اقسم بالله وبراس امي العزيزه كاينين البنات اللي نعسوا مع دراري. اوكي مزيان. هادشي اللي بغينا نسمعوا، هذه هي الحقيقه. ملي سولتك واش راضيه على هذا الفواياج، هادو هما النقط المهمه. تفضل بلاتي، الله يرضي عليك بلاتي. الا كاين شي بنت كتقول لهم لا ما قدام كي غنديروا هذا، كيقول لها ما عندنا ما نديروا لك، فين غتباتي في الزنقه توصل لوحده د الليل ولا جوج د الليل، راه غادي يهزوك البوليس. هادشي باش كيهددونا بالبوليس تما. اختي شوفي، هذا دابا المهم سميتو من ناحيه الماكله، الفطور كيفاش جاك الفطور انت؟ المهم انا اللي كنبغي نقول للناس واللي كنبغي نقول للمغاربه، وسيرطو دوك الناس اليوتيوبرز ما تبقاوش تثقوا فيهم، حيت كاين اللي كيكذبوا بصح، وكاين اصلا باش نقولها لكم واحد الانسانه مجوجه اللي الاسم ديالها كيبدا بديكشي، راها مشات على ود الاشهار ودارت هاد الرحله طريق. شحال من تليفون خداتو تما فابور، وشحال من صندالات تما خداتها فابور، ومازال الناس غيطلعوا يهضروا. نعسات البنات مع الدراري، هادشي اول مره كنسمعوه. والقواده ديجا مسجله، ماشي اول مره. شوف الاختصار